كاكاو، مانجا، قرفة، جوز هند، فراولة. المهم نتعلم كيف نعمل رز بحليب كما قال الكتاب. كوبين من المي الباردة عليهم كوب من الرز المصري. رح نحركهم كتير منيح على نار هادي لحد ما يستووا نص نص بهذا الشكل بالضبط. بعدين رح انزل عليهم بلتر من الحليب كامل الدسم، وخليهم يغلوا على نار هادي حوالي تلت ساعة أو 25 دقيقة بالضبط. بعد ما غلوا معنا بهذا الشكل رح ننزل عليهم بكوب من السكر، ورح أعلمكم سر صغير تعلموه. رح انزل بكوب من كريمة الخفق أو كريمة الحلويات، رح تفرق جدا جدا وكتير طيبة، لازم تجربوها. طيب بعد ما تفوش حبة الرز يعني استووا بهذا الشكل وبهي الكثافة، وأنا حطيت شوية ماء ورد وماء زهر اختياري. بعدين رح جيب الزبادي اللطيفين اللي عندي، نسكبن بزبادي الإزاز يعني، ونتركن لحد ما يبردوا. بعدين رح احط عليهم قرفة او كاكاو والاشياء اللي شفتوها ببداية الفيديو. وهيك بنكون عملنا رز بحليب او رز بلبن بطريقة سهلة جدا وجميلة جدا، وانا دائما بعملها بهي الطريقة. خبروني طريقتكم بالتعليقات، ولا تنسوا تحفظوا الفيديو وتعملوا لنا فولو.